السلام عليكم ladies and gentlemen، ان شاء الله تكونوا كويسين. اخوكم كيمو ام كي او كريم محمد كمال. اجازة المرة دي خدت بالك. تعالوا اقول لكم على فزورة. لو واحد في علاقة محرمة مع واحدة، يسيبها ولا يستخير انه يسيبها؟ السؤال ده اتسألته انا وصحابي من الشيخ بتاعنا، سؤال غريب صح؟ هو ده اوبشن حضرتك انك تستخير على حاجه ربنا اصلا حرامها؟ بس طبعا احنا الاي كيو بتاعنا عالي، وقلنا ايه، اكيد الموضوع فيه تركايه، فاهم؟ اكيد الشيخ بيحسنا على الاستخاره بقى وكده، احنا قايلين يستخير انه يسيبها، فقال لنا ليه؟ ومش المفروض حرام؟ فطبعا قعدنا نخترع بقى في مسلسلات تركية بقى، فاهم؟ اصلها هتتوب وهو هيتوب ويرجعوا لبعض ويتجوزوا بقى، فاهم؟ ويعيشوا حياة سعيدة. قال لك لا خالص، وكده كده حرام، وكده كده لازم يسيبها. بس ليه يستخير قبل ما يسيبها؟ هو مش المفروض الاستخارة دي برضو تبقى يا رب اعمل ولا ما اعملش؟ وازاي اصلا بعرف نتيجة الاستخارة؟ وهل الاستخارة فعلا ممكن تخلي قرارات حياتك كلها صح؟ طب ماذا عن القرارات الغلط اللي احنا اخدناها قبل كده؟ الاستخارة دي حضرتك ليها ايات واحاديث واقوال للحكماء، وده معناها ايه حضرتك؟ ان هي مهمه جدا. اسمح لي اغير مفهومك شويه عن صلاه او دعاء الاستخاره. ازاي تخلي قرارات حياتك كلها صح؟ عنوان يبدو مثير للجدل شويه، لكن مش مستحيل. اي بني ادم في الدنيا، مسلم مسيحي يهودي بوذي، ربنا اداله حريه الاختيار في الاخذ بالاسباب، وانت وحظك. تاخد خطوه ترجعك خطوتين، تاخد خطوه ربنا يكرمك بيها، او تاخد خطوه توديك 60 داهيه. لكن في تركايه، ربنا اداك عباده تخليك تعتمد على ربنا شويه، تحسسك شويه بالراحه والرضا، تبعدك عن الخطا، تخلي ربنا في حياتك اكتر، وتبعدك عن الندم. وهي ايه ده يا ابن اللعيبه، جبتها ازاي؟ الاستخاره من اعظم العبادات التي تظهر توكل العبد على الله وطلبه للهداية في أمور حياته، ومن فضائلها تحقيق التوكل على الله، الاطمئنان القلبي، البعد عن الندم، الدليل على إيمانك كمسلم وتسليم أمرك لله، وتقوية الصلة بالله. في حاجتين لازم تحطهم في بالك كويس عن الاستخارة. أولا، الاستخارة بتبقى في كل حاجة. راح تتقدم لشريك حياة، راح تشتري طبق رز بلبن، ماليش دعوة. الاستخارة في كل الأمور صغيرها وكبيرها، مش فارقة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. تاني حاجة، الاستخارة نتيجتها مش لازم تعجبك. الدنيا مش دايما بتبان على حياتها، يعني انت ممكن تاخد خطوه تحس ان الخطوه دي ودتك في 60 داهيه، بس هو ده الخير ليك، انت حصل عكس اللي انت كنت فاهم متوقعه. فمش معنى ان ظاهر الامر شر يبقى انت كده اخدت قرار غلط. فاذا انت فعلا استخرت ومشيت على نتيجه الاستخاره، وهنقولها دلوقتي، اطمن ان الاستخاره علامات ثلاث: الرؤيه الصالحه، انشراح الصدر، تيسر الامر الذي يستخير فيه المرء. فاذا وجد واحده من هذه العلامات فهي نتيجه الاستخاره. الرؤيه الصالحه الصراحه ما حصلتش معايا. انشراح الصدر وارد جدا طبعا، كتير جدا ممكن تستخير على حاجه وفجاه تلاقي نفسك ايه، لا ما بقتش عايز. وتيسر الامر الذي يستخير فيه المرء، يعني ايه، تلاقي الدنيا سالكه، فاهم؟ زي ما بيقولوا. او العكس. الاستخاره دي طبعا حضرتك بتبقى مشوره استخاره نتيجه الاستخاره. قال الله تعالى: وشاورهم في الامر. وقال تعالى: وامرهم شورى بينهم، اي يتشاورون بينهم. هل في حد اعلم او احكم من الرسول صلى الله عليه وسلم للبشر؟ يعني لا. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول له وشاورهم في الامر عليه افضل الصلاه والسلام؟ ده يعلمنا ان احنا نسال اهل الخبره في الحاجه اللي احنا بنستخير فيها. اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه، ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. حضرتك وحضرتي طبعا ما نعرفش الخير فين، ده لا شك فيه. واستقدرك بقدرتك، الانسان ضعيف. واسالك من فضلك العظيم، قلنا قبل كده قد ايه فضل ربنا كريم لا ينقص من ملكه شيء. فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. ان كنت تعلم ان هذا الامر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر الخير حيث كان ثم ردني به. وتسمي الحاجه اللي انت بتستخير عليها. قال بعض الحكماء: من اعطي اربعه لم يمنع من اربعه، يعني اربع حاجات تعملهم ربنا يديك اربع حاجات زيهم. من اعطى الشكر لم يمنع المزيد، فان شكرتم لازيدنكم. ومن اعطى التوبه لم يمنع القبول، يعني ربنا يتوب عليك ويقبلك ان شاء الله. ومن اعطى الاستخاره لم يمنع الخيار اي الخير. ومن اعطى المشوره لم يمنع من الصواب. طيب لحد دلوقتي احنا بنقول كلام يعتبر اغلب الناس عارفاه. ليه بقى الشخص اللي في علاقه يستخير انه يسيبها؟ للامام النووي رحمه الله عليه يذكر فيه الاستخاره والمشاوره. والاستخاره على وزن استفعال، اي طلب الشيء. فهنا استخار اي طلب الخير واستدعاه. حضرتك لما بتستخير مش بس يا رب اعمل ده ولا اعملهاش، انت بتستخير لانك بتطلب الخير او بتطلب دفع الشر. انا استخير دلوقتي ان انا مثلا اروح حج، طبعا تستخير لان هو الحج ده لو هو فعلا خير لك انك تحج في الوقت ده، فربنا يزود لك الخير ده. طيب الواد بقى اللي عايز يسيب البنت اللي معاه، والموضوع اصلا شر، فالاستخاره تساعدك عن ربنا يصرف عنك الشر ده. كتير قوي بنسمع في قصص الزواج، تلاقي واحد بيقول انا استخرت على زوجتي حاجه و30 مره، وتلاقي زوجته بتقول انا استخرت على زوجي حاجه 40 مره.
طب ليه كده؟ لان هم لو فعلا مكتوب لهم ان هم يتجوزوا، لو ركزت في الدعاء ربنا يقدر لهم الخير ده اكتر وييسر لهم الخير ده اكتر ثم يبارك فيه اكتر. فعشان كده الاستخاره مش بس اللي هو يا رب اعمل ولا ما اعملش، الاستخاره هي طلب الخير ودفع الشر. طيب ماذا لو ارتكبنا قرارات خطأ؟ لو بصينا في الماضي الجميل كده تلاقي كل واحد عنده اخطاء كده ما بيفتكرها، انا كنت ليه عايش يوميها، فاهم؟ في مقوله بالانجليزي بتقول I'm built from every mistake I have ever made، يعني انا مبني على كل الاخطاء اللي انا ارتكبتها. وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابين. فاحنا كلنا بني ادمين بنخطئ، لكن مين خير الناس فينا؟ اللي بيتوبوا وبيتعلموا من اخطائهم. ربنا سبحانه وتعالى ما سبكش، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نرجع لنفس السؤال، هل فعلا قرارات حياتك كلها تقدر تبقى صح؟ باذن الله، لكن زي ما قلنا تحط الحاجتين اللي قلنا عليهم في بالك كويس جدا. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. فاستخير وعلى حسب نتيجه الاستخاره اللي تظهر لك قبلها اسمع كلام ربنا. والهدف مش ان احنا نحاول ما نغلطش، احنا كده كده هنغلط، لكن نتعلم من اخطائنا لان ده هو اللي بيبني خبرتنا وبيساعدنا ان احنا نتطور. بس فالاستخاره في جميع امور الحياه، ومش لازم حتى يعني بركعتين، ممكن بالدعاء على الحاجات الخفيفه، يعني زي انك تروح تشتري طبق رز بلبن. والله عملتها قبل كده محتار اروح اشتري طبق رز بلبن ولا لا. عم ما تعرفناش معاك اشتري الطبق وخلص. لا، ربنا ان شاء الله يوفقكم للخير. اتمنى تكونوا استفدت. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.